السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الغاليين. يلا نطور الكلمات بتاعتنا، ناخد نطق الكلمة، ناخد يا ترى أي رتبة من أو نوع من أنواع الكلمة، يعني word class، يا ترى دي صفة ولا فاعل ولا اسم، علشان كل حاجة من دي لها مكانها. وناخد المعنى بتاعها وناخد مثال عليها. المستوى ده المستوى التاني، يعني مستوى أعلى شوية من البيجنرز. تعالوا نبدأ وناخد بالنا من كل كلمة ونحفظها على طول عشان نضيفها لقاموس الكلمات بتاعتنا. أول كلمة معانا اسمها anxious. anxious، وطبعا الشين جت منين؟ من حرف الإكس. الإكس بنطق صوتين، كاف وسين. سين وراها أي بقت زي كلمة عتيق يعني، أو قديم جدا. ancient. ancient. ركز معايا في النطق، حاول تكرر بعدي. سمع نفسك، ما تكتفيش بالتصوير بالكاميرا بتاعتك بس. يلا قول بوقك وسمع نفسك وبصوت عالي شويه، فوق نفسك. طبعا anxious شس، مش هقولها anxious. صوت صح، صوت وفي الاخر هيقلب معايا بصوت. لا، انا عايزها سين، لازم قبلها تبقى مرقق. anxious. anxious famous. طبعا anxious is an adjective، صفة. ناخد المثال بتاعي. وصفة يعني ايه؟ يعني هتتحط قبل الاسم او بعد verb to be. يا ترى anxious معناها ايه؟ When a person is anxious they worry that something bad will happen. عندما شخص ما يكون قلق. بس طبعا anxious يعني اعلى شوية في القلق من worry او worry. worry امريكي، worry بريطاني، اعلى شويه. فطبعا درجه اعلى شويه من القلق. بيقول لي عندما شخص ما يكون قلق جدا، معناها هم. طبعا استخدمنا they ليه يا شباب؟ عشان بتكلم a person neutral، حاجه حياديه، مش مذكور ان هو male or female. تمام. ففي الحاله دي بعبر عنها بضمير جمع، زي كلمه someone برضو او somebody، نفس القصه بستخدم ضمير جمع. They worry that، هم يقلقون أن شيء ما سيء سوف يحدث. ناخد مثال، ركز معايا بسرعة وركزي معايا. She was anxious about not making her appointment on time. كانت قلقة بشأن عدم الحضور أو إتمام الميعاد بتاعها في الوقت المحدد. ناخد الكلمة الثانية، اسمها awful. يا ترى يا شباب، من منظر الكلمة كده، الكلمة دي صفة ولا اسم؟ طبعا اكيد صفه، لانها full of all. يبقى اي صفه او اي كلمه اخرها if you will زي او يو اس كده صفه. اي كلمه اخرها او يو اس في الغالب صفه. اي كلمه اخرها if you will في الغالب صفه. ليه؟ لان لو عكستها زي كلمه beautiful جميل، هتبقى full of beauty مليء بالجمال. useful full of use او uses، تمام، مليء بالاستخدامات. يبقى كده awful معناها very bad، سيء جدا، شنيع، فظيع، صفة. بيقول لي المعنى بتاعها when something is awful it is very bad. الله، الناس الممتازة اللي بتكرر بعض الجمل، بتحاول تحسن النطق وفي نفس الوقت بتحسن الليسننج بتاعها، ان هي بتسمع نفسها في الاول. عندما شيء ما يكون سيء جدا أو فظيع it is very bad، فهو سيء جدا. بيقول لي her performance last night was awful. أدائها التمثيلي، سواء بتمثل أو سواء بتعمل presentation، يعني بتقوم بعرض معين. last night الليلة الماضية was awful كان سيئا جدا. الكلمة اللي بعد كده كلمة consist. consist مش consist، لا ركز معايا، الكلمه بتكون مقطعين فبتك على المقطع الثاني consist، وطبعا بخلي المقطع الاولاني فتحه او ضمه خفيفه لو فيها او. بقولها consist. وطبعا consist ده فعل verb. to consist of is to be made of parts or things. اهو الطبق بتاعي بيتكون من كذا وكذا، يبقى انت تتكون من، معناها ان الحاجه دي مصنوعه made of parts اجزاء or things او اشياء. ناخد المثال بتاعنا. Today's choices for lunch consisted of pizza, hamburgers, and hot dogs. يبقى كده اختيارات النهارده للغدا تكونت من الثلاث حاجات دول، زي ما احنا شايفين في الصورة. الكلمة اللي بعدها اسمها desire. desire، وفي الحالة دي الاس نطقت زين والاي نطقت نطقها الطبيعي اي. desire معناها يرغب فيه. وطبعا هنا verb، انا ممكن اجيب الكلمات زي كلمة desire تبقى تستخدم كاسم بمعنى رغبة.
تمام. ممكن اشتق منها desirable، لكن هنا الكلمه اللي بناخدها دلوقتي فعل واستخدام الفعل ازاي. To desire is to want something. ان ترغب في شيء معناها ان انت عاوز الشيء ده. مثالنا: My sister desires a big house and lots of money. أختي ترغب في منزل كبير وكثيرا من المال. طبعا رغبة الناس كلها. نكمل. الجدع ده شكله ايه يا شباب؟ شكله eager، مد بالياء اي اي. قلنا قبل كده ان الاي والاي طبعا مستحيل هتلاقي في الانجليزي اي اي، عشان ما تتلخبطش وانت بتكتب. نادرا ما في كلمات اخرها اي اي، ودي كلمات الاصل بتاعها لاتيني مش انجليزي عادي. فكل الكلمات في الانجليزي اي اي. طبعا الاي اي ممكن الاي تتنطق زي كلمه بريد، ما نطقتش الاي. ممكن الاي تتنطق زي كلمه هارت، قلب، ما نطقتش الاي. ممكن الاي اي يبقى هنا عندنا مد بالياء. اي ايجر. ايجر معناها شغوف، صفه، يعني متحمس جدا، يعني حابب حاجه قوي. When a person is eager about something they are excited about it. لما شخص ما يكون شغوف بشيء ما، يبقى الناس دي excited، متحمسة جدا وسعيدة جدا بالحاجة دي. The man was eager to talk about the good news. الراجل ما كانش مستني، لا ده أول ما عرف الجود نيوز، الأخبار الجيدة، كان شغوف إن هو يتكلم عنها ويخبر بها الناس علشان يشاركهم سعادته. محدش بيسعد لوحده. كلمة غريبة شوية اسمها household. الكلمة دي غريبة عن الثقافة العربية أو الشرقية. إزاي؟ house منزل، وhold معنى يمسك. household ممتلكات المنزل. إيه ده؟ ده طبعا اسم. طب هم قصدهم إيه؟ A household is all the people who live in one house. هو كل الناس اللي عايشة في منزل واحد. طب ليه ما قالش فاميلي؟ لان دول ممكن مش فاميلي، ممكن مثلا افتراضا حد جايب اسيستنت او بيبي سيتر من الفلبين مثلا قاعده، زي في السعوديه مثلا بعض الناس بتعمل كده. في ناس تانية جايبين مثلا حد بيشتغل في البيت بيعمل الهاوس ورك، فبيت نايمه اكله معاهم. فده كله تعتبر واحده من الهاوس هولد مش من الفاميلي نفسها. Our household is made up of my father, my mother and me. كل في السكان بتوع البيت يعني، تمام، بيتألفوا من أبي وأمي وأنا. بعد كده كلمة مهمة جدا اسمها intent. intent وintent أو intention، وهنا intent معناها نية، وهنا اسم. وطبعا ناخد بالنا إن intent هي an intent is a plan to do something. هي خطة لفعل شيء ما. طبعا خطة معناها إيه؟ معناها إن أنت فكرت كتير كتير كتير. بالعربي فكرت مليا، قعدت تفكر كتير لغايه ما وصلت لتصور او خطه معينه. عشان كده عندنا في الاسلام انما الاعمال بالنيات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده يبقى خلاص انت قررت وفكرت كتير وقررت تعمل حاجه. بيقول her intent is to visit Italy next summer. نيتها او نيتها هي ان تزور ايطاليا الصيف القادم. معانا كلمة جميلة اسمها لاندسكيب. ولاند أرض فضاء، ماشي، مش محددة، واسعة جدا، لاندسكيب. في الحالة دي طبعا بنقول إن في دول كتير آخرها لاند: إنجلاند، أيرلند، اسكتلند، نيذرلاند. وهتلاقي طبعا الحتة دي منتشرة أكتر في أوروبا. ليه؟ لأن بعض من دول أوروبا تكونت عن طريق الغزو. يعني إيه؟ يعني قبائل اسمها قبائل جرمانية من شمال الدنمارك أو شمال أو النرويج من شمال أوروبا، غزت أوروبا أيام الإمبراطورية الرومانية زمان، وكل قبيلة أو قبيلتين خدوا لهم مكان وقالوا ايه؟ وقالوا دي اللاند بتاعتنا، دي الارض بتاعتنا. فانجلاند عشان قبيلتين اسمهم انجلو ساكسونز، والانجلو كانت طبعا اكبر، فانجلو انجلش انجلاند. ايرلاند سكوتلاند، ارض السكوت، ارض الاير، ارض كده. تمام. لاندسكيب مساحه كبيره جدا واسعه. A landscape is how an area of land looks. كيف تبدو منطقه او مساحه من الارض الشاسعه. The landscape of the country is very green. المساحه الواسعه عندنا في الريف او في الدوله خضراء جدا. طبعا هنا غير محدده.
نكمل. كلمة جميلة جدا اسمها lift، وليفت معناها يرفع، جاي منها طبعا weight lifting، رفع الأثقال. يقول to lift something is to move it higher، أن ترفع شيئا هو أن تحركه إلى أعلى. The man tried to lift the box، الرجل حاول. tried جاي من try، يحاول، شلت الواي وحطيت اي. ليه؟ علشان الواي بنطق يه، ماشي، وانا عاوز اخلي الحرف اخف شويه، فبخليها الاي اللي بتنطق برضه هنا اي. يبقى tried to lift the box، الرجل حاول ان يرفع الصندوق. الكلمه اللي بعدها جميله جدا، كلمه load، طبعا بنستخدمها في الانترنت كتير. upload يرفع الانترنت، download ينزل على الانترنت. طبعا ينزل ايه؟ ينزل حمل. هنا to load is to put objects into something، ان انت تحمل حاجه معناها ان تضع اشياء داخل، او اشياء داخل شيء ما، داخل شيء ما. The man loaded the boxes into the truck، الرجل حمل الصناديق داخل الشاحنه او داخل شاحنه. تعالوا نكمل مجموعه الكلمات بتاعتنا. يلا lung، وهنا حرف اليود نطق lung. lung معناها رئه. A lung is the organ in the body that fills with air when breathing. الرئه هي عضو من الجسم الذي يمتلئ بالهواء عندما او عند التنفس. Having strong lungs is necessary for a healthy life. امتلاك رئتان قويتان أو رئة قوية مهم وضروري for a healthy life، لحياة صحية. أكيد طبعا محتاج بين كل فترة تلعب تمارين توصل بالرئة بتاعتك لمستوى أعلى. يعني أنت مثلا في الحياة الطبيعية بتاعتك افتراضا بتستخدم ربع الرئة، تلت الرئة، لكن عمرك ما هتعلى أكتر من كده غير لو عملت رياضة عنيفة شوية، او مثلا صاحبك بيهزر معاك بالكلب بتاعه وخلى الكلب يجري وراك، كده هتستهلك او هتستخدم الرئه بشكل كبير، بس طبعا خد بالك عشان ما تتعورش يعني. او تلعب رياضه كده اسلم. motion معناها حركه، وده اسم. a motion is a movement that someone makes، هي الحركه هي حركه that التي شخص ما يصنعها او يحدثها. The police officer made a motion with his hand، ضابط الشرطة صنع أو أحدث حركة بيده. نكمل. pace كلمة مهمة جدا، وتيرة. يقول لك تمر الأحداث بوتيرة سريعة. The pace of something is the speed at which it happens. وتيرة شيء ما هي السرعة التي بها هذا الشيء يحدث. مثال جميل. I ran the race at a slower pace than my friend. جريت في السباق بوتيرة أبطأ من صديقي. نكمل. polite صفة جميلة جدا بمعنى محترم مؤدب، وطبعا هنا حرف الاي نطق اي polite، ماشي، والاو نطقت او فيها ضمه زي ما انتوا خلاص polite. adjective صفة when someone is polite they are acting in a thoughtful way، عندما شخص ما يكون مؤدب they are acting يتصرفون in a thoughtful way بطريقة ايه؟ مراعية لشعور الآخرين. ما هو الاحترام مش احترام للذات أكتر ما هو احترام للآخرين، وده هينعكس على الذات. The boy is very polite he behaved very thoughtfully، الولد كان مؤدبا جدا، تصرف acted أو behaved very thoughtfully بطريقة مراعية لشعور الآخرين جدا. الكلمة اللي بعدها كلمة مهمة جدا اسمها possess. possess معناها يمتلك. to possess something is to have it or own it، وهنشرح في ريل صغير كده الفرق بين possess و have و own. تمام، معناها أن تمتلك شيئا. My uncle possesses 3 sheep, a chicken, a cow and a dog. عمي يمتلك 3 خراف ودجاجة وبقرة وكلب. بعد كده معانا كلمة rapidly. rapidly معناها بسرعة، وطبعا واضح جدا هي adverb ظرف عشان آخرها الواي. When something happens rapidly, it happens very fast. لما شيء يحصل rapidly بسرعة معناها very fast بسرعة جدا. The train moved rapidly on the tracks. القطار تحرك بسرعة على القضبان أو على الممرات بتاعته. Remark ملاحظة للفت الانتباه. To remark is to say something. أنت عاوز تلفت نظر الناس لحاجة يبقى بتقول حاجة.
The teacher remarked on how quickly the students were learning. علق ووضح المعلم على الطريقة السريعة التي يتعلم بها الطلاب. seek معناها يرغب فيه أو يطلب. هنا يطلب مثلا وهي verb. To seek is to look for something. to seek is to look for something. أن تطلب شيئا ما معناها أن تبحث عن ذلك الشيء. If I have a problem لو لدي مشكلة I seek my sister's advice. أطلب نصيحة أختي. آخر كلمتين معانا shine. وشاين كلمة قوية جدا حتى فيها بهجة. shine معناها تسطع أو تلمع. To shine is to make a bright light. أن تسطع معناها أن تحدث أو تصنع ضوءا لامعا. The candles are shining in the dark room. الشموع تضيء وتسطع الآن في الحجرة المظلمة. آخر كلمة معانا spill معناها يسكب. طبعا دي حاجة بفعل فاعل. To spill is to have something fall out of its container. أن تسكب معناها have something fall. وهاف هنا طبعا معناها إيه؟ معناها أن تجعل. يبقى أنت هنا causation في سببية. أنت اللي خليت الحاجة دي تسقط من الحاوية بتاعتها بالكونتينر بتاعها سواء كوباية أو أي حاجة. I spilled the coffee on the table. أنا سكبت القهوة على الترابيزة. سواء طبعا بتعمد أو بغير تعمد بس هي فعل لازم فيه فاعل وفيه مفعول. خلصنا كلماتنا كده. هناخد شوية تمارين. هتوقف الفيديو على كل تمرين وتحاول تحله. والمحتاج أي سؤال أو شاكك في أي إجابة يبعت لنا إن شاء الله. هننزل اهوت. همشي السكرول بالراحة وأنت حاول توقف وتحل مع نفسك. اختبر فهمك للكلمات واختبري فهمك للكلمات بعد ما تذاكرها. طريقة جميلة جدا علشان نتعلم كلمات جديدة تدخل عندنا في محتوى التعلم بتاعنا. وكده فاضل لنا التمرين التاني. نقرأ رأس السؤال ونحاول نختار صح. ولو شكينا في حاجة نبعت كومنت وإن شاء الله نرد عليكم. كده خلصنا محتوى درس النهارده. ما ننساش نعمل لايك ونعمل شير عشان احبابنا اللي احنا بنحبهم وعاوزينهم يتعلموا زينا. شير او ابعت حتى لينك للي انت عاوزه يتعلم علشان انت بتحب الغاليين عليك وعاوزين يتعلموا اكيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.